أنا آثرت الصمت. أولا احتراما لنفسي أنا. ثاني شيء لإغلاق أبواب أمام من يريد أن ربما يركب على الموضوع أو الحدث لتصفية حسابات، سواء مع المؤسسة أو مع قطر أو مع الشعب القطري الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اسماعيل أسرموح. فيديو هاد المرة ديال الصحفي ناصر عبد الصمد اللي كان خدام في الجزيرة، وهذا أول تصريح ليه من بعد ما تم العزل ديالو من المنصب ديالو. تصنتو مزيان. أنا مش مجاملة لأحد ولا كما قلت لا, لا لا يعني لا طمعا ولا خشية ولا طمعا. نحن نقول هذه الشهادة لله. سأذهب إلى وطني والحمد لله. أنا عبد ربي الضعيف هذا أقول لك، أنا نقدر نقول لك أني تركت أثر طيب جدا الحمد لله، على صعيد علاقاتي مع زملائي أو على صعيد علاقاتي في المجتمع القطري الطيب. وسأعود إلى وطني وحاملا معي في قلبي أيضا هذا الحب وهذا العشق لهؤلاء الناس، لهذا الوطن الثاني. دائما أعتبره الوطن الثاني. لا أريد منهم جزاء ولا شكورا. لا، هم يعرفون بغض النظر عن القطريين اللي لا يناقشون في الغيبوبة. قلب الجزيرة كاين جنسيات مختلفة عربية. نعم. لكن العلاقات في الأخير بين المغاربة والجزائريين أصبحت معقدة شيء ما. كيفاش تشرح دخول الصحفيين خصوصا الجزائريين للمغاربة لهذا النزاع القائم حول الصحراء المغربية وجابوها لوسط الجزيرة؟ واش هذه منطقية؟ وكيفاش تحكمنا على هذا الشيء؟ شوف اخي، انا هذا الموضوع اتفادى الحديث فيه صراحه، لان انا كما قلت لك احنا ولاد الناس. كما كان اعترف للمؤسسه بفضلها علي واحتراما لتاريخي فيها وللزماله واحتراما للعلاقه الوطيده مع مختلف الجنسيات العربيه طبعا الطيبين اللي كنا دائما بيننا علاقه ود كبير واحترام ومحبه. فانا اتفادى الحديث في الموضوع، انما انا اتحسر على السنوات الاخيره اللي مرت فيها هذه المشحنات وهذه الحملة الشرسة على المغرب من قبل الأطراف المعادية للتراب الوطني والوحدة المغربية. أنا حاولت أني أتفادى أدخل في هذا الجدل وفي هذا اللغط قدر ما أستطيع. كنت فقط أحاول أن أكتب معطيات عن القضية المغربية وأعرف المشارقة أو غير مطلعين على خبايا الأمور بوجهة النظر المغربية. أنا لم أكن أريد أبدا أن أدخل في هذه الصدامات والمشاحنات، لولا أنه البعض يدفعك دفعا يا أخي بإساءة إلى رموز المملكة، بإساءة إلى الدولة المغربية، بإساءة إلى الشعب المغربي. أنت أحيانا تكون مضطر اضطرارا أنك يعني ترد أو الاستفزازات توالت استفزازات بزاف. كاين شي جوج ولا ثلاثة الناس في الجزيرة تسلو وفي فيسبوك يعني تسلو بزاف. شو نقول لك، أنا قلت لك هذا الأمر متروك، مفروض أنه متروك للمسؤولين عن المؤسسة، سواء مؤسسة الجزيرة أو غيرها. هم لهم وجهة نظرهم، هم المفروض أنهم يتدخلوا. أنا كعامل في المؤسسة، وطبعا أنا ما زال تعاقدي إلى الآن مستمر لغاية 25/8 أو سنة. كما شفتوا وكما سمعتوا، هاد السيد غني على التعريف بالاخلاق ديالو وبالتاريخ ديالو دو الجزيره. ما كاينش شي واحد اللي كان كيتفرج الجزيره وما يلقاش هاد السيد ناصر عبد الصمد كيدوز وما يتفرجش فيه، والطريقه ديال الالقاء ديالو ولا حتى الحوارات ديالو والاحترام لذاته قبل الناس ديال قطر. بشهاده ديال القطريين وكلشي ان هاد السيد الله يعمر هدار كيشكروه بزاف، عز عليهم بزاف، وتا هو كيشكرهم بزاف، وحنا كاملين كنشكروا القطريين لان عارفين المكانه ديال المغاربه عندهم كيبغيونا بزاف. ثاني حاجه، هاد السيد هذا كلنا سمعنا ان السبب ديالو جيراننا ما عندهم ما يدار. وفي هاد السنين الاخيره لقينا واحد الحقد عندهم بزاف، حتى في التعليق لا في الكره لا في اي حاجه. كتلقى ديما ان اي صحفي جزائري كيحاول يتفادى النطق ديال ان لاعب مغربي. هاد الكلمه ديال لاعب تنطقوها بالسمي ديالهم زياش هادي وهادي، ولكن ان ما كينطقش الاسم والجنسيه ديال اللاعب. ما عرفتش هاد الكره هنا عندهم مناش، حنا ما بيننا وبينهم والو. الله يعفو عليهم، الناس مراد بينا. بقى لهم هاد السيد هذا ما اتصلوا به. ما عرفتش الطريقه اللي داروا ليه باش انه خلاو جزيره ان باش قال لك شخص خدا قرار، ماشي حتى جزيره، شخص خدا قرار تما بالفصل ديالو بالعزل ديالو. هاد الناس مراد بينا، الله يشافيهم الله يشافيهم. والاعلام ديالهم ما بغاش يسكت، فرحانين بهذا الانجاز هذا اللي داروا انهم سبوا في العزل ديال هذا الصحفي هذا. ما يبقاش فيه الحال، ما كايناش الجزيره، كاين بزاف ويخدم في اي بلاصه فين ما مشى يخدم، لان الناس اللي محترمه راه محترمه والسيفي ديالو كبير والمكان ديالو كبيره.
ما فهمتش، انا كنتمنى ان الجزيره تراجع على هذا القرار هذا، لان هذا السيد معروف 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 معروف، والجزائر راه مراد بينا، وهذا الشيء ما غاديش يحبس كما قال، بان بعض الاشخاص كيتماداو ودخلوا ان هذه الافكار ديالهم وسط الجزيره، لان بغاو يشوهوا الصوره ديال المغرب. الصحراء غتبقى مغربيه بز منهم بز منهم، والله واخا يجريو على 100 صحافي و200 صحافي، الصحراء مغربيه رغم انوفهم، غير باش يعرفوا هذه القضيه هذه.